القدم بجميع في قناتها، ويوجد مقر في جميع مدينة جدة غرب السعودية. تأسس في 17 مارس 1937، وهو النادي الوحيد الذي جمع الدوري وكأس الملك وكأس السوبر في موسم واحد 2016. يلقب في البطولات العربية بأهلي جدة، بينه وبين فريق الأهلي تفريقا بينه وبين فريق الأهلي العربية، ويسمى من قبل مشجعيه بالملكي، وكما أطلق عليه الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم لقب الراقي. أطلق عليه اللقب الراقي، ويلقب كذلك بقلعة الكؤوس ألوان النادي الأخضر والأبيض. الاسم المختصر AHL تأسس عام 17 مارس 1973 ومنذ 86 سنة، والبلد السعودية، والدوري دوري الدرجة الأولى السعودية، وعام 2021-2022 دوري المحترفين السعودي، وأيضا المالك وزارة الرياضة، والرئيس وليد معز، والمدرب بيتسو موسيماني. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن انتم تتابعونا باستمرار عشان يوصل لكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.